نحن في قلب العاصمة الألمانية برلين في 2 مايو عام 1945، ليلة سقوط برلين وتجلي نصر الجيش الأحمر السوفيتي وانهزام ألمانيا النازية، وقبل 6 أيام من الإعلان الرسمي عن نهاية الحرب الوطنية العظمى. تظهر جلياً آثار المعارك الطاحنة التي دارت ل16 يوماً بين الجيش السوفيتي والنازيين. ذلك المبنى الذي يظهر هناك بعيداً هو مبنى البرلمان الألماني السابق، أو ما يعرف بالرايخستاغ. من فوقه التقطت في هذا اليوم إحدى أشهر صور الحرب، صورة الجندي السوفيتي الذي رفع العلم الأحمر أو راية النصر فوق المبنى. كان أول إعلان عن انتصار الجيش الأحمر السوفيتي في معركة برلين الشهيرة وسقوط ألمانيا النازية. أرخ المصور العسكري السوفيتي يفغيني خالدي هذه اللحظة التاريخية. نالت الصورة شهرة واسعة واعتبرت واحدة من أكثر الصور تعبيراً ورمزية عن الحرب على مستوى العالم أجمع. معركة برلين أو الفصل الأخير من الحرب العالمية الثانية بدأها الجيش الأحمر السوفيتي بالهجوم على العاصمة الألمانية في 16 من أبريل. تمكنت الدبابات السوفيتية من الدخول إلى برلين بعد 5 أيام، بعد اجتياز 3 خطوط دفاعية أنشأتها القيادة الألمانية على مشارف العاصمة. بلغ تعداد القوات السوفيتية عند بدء العملية 2.5 مليون جندي، و41,600 مدفع هاون، و6,250 دبابة وعربة مصفحة، و7,500 طائرة. واستخدمت في معركة برلين كميات كبيرة من المعدات المدرعة داخل المدينة، ما كان عائقاً أمام الدبابات السوفيتية للمناورة. واستهدفت من وسائل الدفاع الألمانية المضادة للدبابات. تواصلت المعارك في برلين ليلاً ونهاراً. حصن الألمان المدينة، شكلوا 9 قطاعات دفاعية، من أهمها القطاع المركزي الذي ضم المؤسسات الحكومية ومقر هتلر ومبنى الرايخستاغ. أحرزت القوات السوفيتية التي هاجمت برلين من الشمال نجاحاً في التقدم السريع، وبدأت مدفعيتها في اليوم الخامس للهجوم قصف القوات الألمانية المدافعة. في 21 من أبريل دخلت وحداتها المتقدمة الضواحي الشمالية والجنوبية الشرقية للعاصمة الألمانية، فيما عبرت قوات ثانية نهر الأودر الغربي واخترقت الدفاعات الألمانية على ضفته الغربية، ليحكم الجيش السوفيتي في النهاية الحصار على برلين. استمر الدفاع الألماني حتى صباح يوم 2 مايو، لتنهار الدفاعات الألمانية تحت نيران الهجمات الجوية والبرية السوفيتية. تمكنت القوات السوفيتية من تقسيم الوحدات الألمانية الحامية لبرلين إلى مجموعات منعزلة لتجبرها في الساعة 3 بعد ظهر نفس اليوم على بداية الاستسلام. وفي 8 من مايو تم توقيع وثيقة استسلام القوات الألمانية دون قيد أو شرط.